ايه اللي يخلي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يمنح ترامب قلادة النيل؟ ايه القصة اللي قدامكم في الصورة دي؟ قلادة النيل واحدة من ارفع واعظم واهم الجوائز المصرية اللي ممكن يحصل عليها اي شخص مؤثر من مصر. الساعات اللي فاتت ترامب بيوصل اسرائيل وبعدين بيجي لمصر علشان يوقع على اتفاقية ايقاف الحرب، اتفاقية السلام، اتفاقية طال انتظارها لمدة سنتين. امريكا ومصر وقطر هما اللي كانوا ماسكين المفاوضات. الرئيس الامريكي لعب دور محوري الفترة اللي فاتت لما وضع خطة وافقت عليها حماس لتوقيع اتفاقية السلام. الرئيس السيسي عارف كويس ان الرئيس ترامب كان بيحلم بحاجة الايام اللي فاتت، الا وهي جائزة نوبل. الرئيس ترامب شايف نفسه كان يستحق جائزة نوبل، ولكن ما قدرش ان هو يحصل عليها، الى ان الرئيس المصري قرر ان هو يهديه الجائزة دي بدل جائزة نوبل، او بمعنى اصح لو هم ما قدركش وادولك جائزة نوبل فده تقدير من الدولة المصرية اتجاهك لسعيك لوقف اطلاق النار. الرئيس السيسي مش اول رئيس مصري يهدي رئيس امريكي قلادة السلام. سنة 1979 الرئيس المصري انور السادات اهداها للرئيس الامريكي جيمي كارتر.